ديما كنشوفوا في قنوات اجنبيه وخصوصا القنوات العربيه ان النجاح ديال المنتخب الوطني هو المحترفين. يعني بدون محترفين المغرب ما عمره غيدير شي حاجه. وهادشي كنلقاوه ديما في القنوات العربيه، حيت ما قدروش يوصلوا النيفو اللي وصلوا ليه المغرب. وايضا كاين قنوات مثلا قنوات اسبانيه وفرنسيه باش ينسبوا هذا النجاح ديال الكره المغربيه باش ينسبوه ليهم، زعما حيت مع المحترفين غتولدوا عندهم. وهذا شي حاجه خاطئه، بالدليل ان المغرب ديما كانوا عندهم محترفين. ديما كان عندهم محترفين من 98 حتى ل 2026، هذا العام اللي كنلعبوا فيه المونديال. وما عمر المغرب دار شي حاجه. كان ديما كيخرج من الدور الاول، كانت النتيجه ديما صفريه. كاس افريقيا واحد العام ما تاهلش كاع. وكاينين دول اخرين مثلا كجزائر ولا تونس هما ديما عندهم محترفين وما عمرهم داروا شي حاجه. كاين اللي غيقول لك لا راه الجزائر جابت كاس افريقيا في 2019 وفي 2014 دازت الدور الثاني. هذيك ما نقدروش نقارنوها بالانجازات ديال المغرب نهائيا، ما نقدروش نقارنوها بالدومي فينال ديال المغرب. وعاد المغرب دا كاس افريقيا في 2025، دا كاس العالم الشباب في 2025 نيت، دا كاس العرب في 2025، دومي فينال في 2022، اولمبياد دا الثالثين. يعني كلها انجازات، ما كاينش دوله افريقيه ولا عربيه غتقارن بينا. علاش حتى لدابا عاد حتى لهاد 4 سنين الاخرى عاد المغرب توهج، واخا ديما كانوا عنده مهاجرين. وكون كانت اي منتخب غير يكونوا عنده مثلا لاعبين كيلعبوا في اوروبا غيديروا مثلا شي حاجه في كاس العالم، غتكون مثلا سويسرا راه كاينه في اوروبا واللاعبين ديالها كلها كيلعبوا في دوريات اوروبا، غدير شي حاجه في كاس العالم. ما عمرها دارت شي حاجه في كاس العالم. غتكون السويد، الدنمارك، النرويج، ما عمرهم داروا شي حاجه في كاس العالم. حتى هما عندهم محترفين في اوروبا، وهما اصلا دول اوروبيه وعندهم دوريات محترفه. يعني هاد الطرح ديال ان المغرب نجح غير حيت ما عنده محترفين في اوروبا، ولهذا انه دار نتائج ودار انجازات وخاد القاب، هذا ماشي صحيح. النجاح ديال المغرب هو نجاح ديال منظومه كرويه من ا حتى زد، من لاباز حتى القمه. في 2022 كان الركراكي وصلنا للدومي فينال. في هذا العام عندنا وهبي ها هو داز بنا الدور الثاني وباداء رائع. يعني ماشي قضيه مدرب. اللعابه ديالنا في 2022 النص ديال اللعابه ديال 2022 لحقوا الانجاز التاريخي ديال الدومي فينال، وما ما كاينينش دابا في 2026. وباقي المنتخب واعر وباقي في اوت نيفو. المعسكرات ديال التدريب، شحال من منتخب قبل ما نمشي مثلا المونديال داو معسكر تدريب في سويسرا، داوها في فرنسا، داوها في اسبانيول. مثلا المنتخب الاردن راه داوها في سويسرا. حنا المغرب ما كنديروش معسكرات تدريب في شي بلاصه اخرى. عندنا السونتر ديالنا هو اللي كيديروا فيه معسكر تدريب. عندنا الاكاديميه اللي كيديروا فيها معسكر تدريب، فيها اوتيل، فيها تيرانات. اخر مره يلاه هضر قجع قال لك غيديروا فيها واحد مركب صحي باش تكون القضيه مكتمله. المنتخب المغربي راه كيجيبوا لي اخر ما كاين، اخر مروض بدني. يعني غير توقع لك اصابه دغيا تشافى، يكونوا عارفين اخر الصيحات في الترويض البدني. كيجيبوهم من الاكاديميه ديال ريال مدريد، من الاكاديميه ديال تشيلسي. نازل تحليل فيديو كيجيبوا اكفأ وحدين اللي كانوا خدامين في البايرن ولا خدامين في تشيلسي ولا خدامين في ارسنال. اي عضو من الفريق اللي كيتكون منه الفريق الوطني كيكون من احسن الكفاءات في العالم. واش بغيتي المنتخب ما غيديرش نتائج واعره؟ اما تحصر النتائج كامله اللي كيديرها المنتخب الوطني غير حيت ما عنده محترفين، هذا شيء غير صحيح. ولا كيقولها غير كيكذب على راسو، كيكذب على الشعب ديالو باش كيبرر الفشل ديالو بانهم ما قدروش يوصلوا لمراحل كبيره في كاس العالم.